السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في فيديو جديد. الحقيقة الأسبوع ده كان أسبوع عصيب جدا. وأنا بمنتهى الأمانة يعني I'm not doing okay خالص. لكن الكلام ده هنتكلم فيه بعدين، مش هي دي قصتنا دلوقتي. قصتنا دلوقتي إن احنا نقول صباح الخير عشان النهاردة الصبح والشمس طالعة جميلة، فعايزين نبتدي اليوم بداية جميلة، وفي نص اليوم أحكي لكم إيه اللي مضايقني وهعمل إيه في القصة دي إن شاء الله. يلا بينا. يوم مشمس وجميل الحمد لله. واحنا نازلين دلوقتي علشان واحد صاحبي كلمني وطلع ان هو اجازة زي ما انا اجازة النهاردة، فقال لي طب بقول لك ايه، ما تيجي نفطر مع بعض. فاحنا رايحين عشان نفطر مع بعض، لكن لازم نعمل مشوار الاول قبل ما نروح. اول حاجة احنا عايزين نروح نجيب الفطار بتاعنا 9 minutes ان شاء الله. يلا بينا، بسم الله. بس بقى فكنا اتكلمت ان في يعني situation او مش عايز اقول مشكلة يعني، بس حاجة سخيفة الواحد بيمر بيها especially لما بيبقى راجع من اجازة، ومش اي اجازة، خصوصا الاجازات اللي بتبقى مع الاهل. ان الواحد اول ما بيرجع كده بتطلع في دماغك بقى اسئله existential، اسئله وجوديه، فاهم؟ من قبيل هو انا ليه بعمل في نفسي كده؟ هو اللي انا بعمله ده صح ولا غلط؟ طب هو المفروض ابقى قاعد هنا ولا قاعد هناك؟ طب هو الحياه هنا مهما كانت حلوه هل ليها طعم من غير الناس اللي انت بتحبها؟ كل الحاجات دي بقى ما تفهمش، بتبقى مستنياني اول ما ارجع من السفر عشان تقعد ايه، تنخور في دماغي. طبعا يعني I've already made the decision، يعني انا خدت قراري في القصة دي اصلا، بس طبعا كل ما بتسافر الاسئلة دي بتطاردك تاني يعني. فبتبقى النتيجة ان انت يعني ما بيبقاش عندك اي نوع من انواع الانرجي، بمعنى ان انت يا دوبك بتروح الشغل وبتيجي من الشغل وبتقعد بقى نفس الاسطوانة دي دايرة في دماغك. فطبعا الموضوع بيبقى مش productive خالص، وبتلاقي ان انت في وقت كتير قوي وطاقة كتير قوي بتضيع في القصة دي. فطبعا يعني كل واحد ليه طريقته، وانا متأكد ان انا مش انا الوحيد اللي لما ممر بالحاجات دي. اي حد جرب الغربة او السفر بره، او ان هو يعيش بعيد عن الاهل وبعيد عن بلده وبعيد عن الناس اللي يعرفها والناس اللي شبهه، اكيد بيمر بالحاجات دي. بتفرق من شخص لشخص. دي العربيه الهوندا اسمه ايه ده، الالكتريك، اللي لسه نازله جديده، عامله شغل جامد قوي. ما اعرفش خدتوا بالكم منها ولا لا؟ العربيه اللي كانت زرقاء اللي لسه معديه. المهم يعني عشان ما نقطعش كلامنا، فانا ليا طريقه معينه في مواجهه القصه دي، بس علشان اوصل للطريقه دي الموضوع ده خد مني وقت يعني. لكن في حاجات فاندمنتالز او اساسيات لازم الواحد يبقى حاططها في باله لما يجي يواجه حاجه زي كده. ده في وجهه نظري الشخصيه. اول فاندمنتال لازم تبقى حاطه في بالك، ان انت اي حاجه انت حاسسها emotions in general على قد ما هي مهمه، بس it's no more than a chemical interaction، تفاعل كيميائي. ايه التويوتا دي؟ تفاعل كيميائي في دماغك نتيجة وجود هرمونات معينة هي اللي بتخلي القصة دي. اي ايموشن، غضب، حزن، حب، اي حاجة it's a chemical interaction. طيب السؤال بقى، ليه الموضوع ده مهم؟ وانس ان انت عرفت انها chemical interaction، ليه الموضوع ده مهم؟ الموضوع ده مهم لان معناها لو هي كده ان انت في حاجات ممكن تبقى في ايدك تعملها، فتعمل كيميكال انتراكشنز او تفاعلات كيميائيه او هرمونات معينه تانية تكاونتر اكت او تعكس الحاله او المود اللي الواحد عايش فيه. التفاعلات الكيميائيه دي بقى وانس ان انت عرفت ان هي مش اكتر من تفاعل كيميائي، دي معناها ان في حاجات ممكن تعملها تكاونتر اكت. طيب
نتكلم بقى في ايه الحاجات اللي ممكن تتعمل. اجن بتفرق من حد لحد، لكن بالنسبه لي في حاجات يعني تو مين بيلرز. البيلرز دي هي اللي هتحدد او هي اللي بتساعدني على ان انا اخرج من الحاله او المود السخيف ده. اول حاجه السوشيال انتراكشن، التعامل مع الناس. ولما بقول سوشيال انتراكشن مش قصدي سوشيال انتراكشن في شغلك، لان ده الطبيعي ان انت بتعمله لو انت هتأدي شغلك يعني بما يرضي الله. تتكلم مع الناس وتشوف العيانين عايزه ايه وتعمل لهم اللي هم عايزينه وتساعدهم ان هم يبقوا احسن، وهي دي رسالتك يعني، والحمد لله انا مبسوط بالرساله دي. لكن لو بتكلم على سوشيال انتراكشن انا بتكلم على ان انت حياتك الشخصيه بقى، الناس اللي بتخرج معاها والناس اللي بتشوفها والناس اللي بتقضي وقتك معاها وكل الكلام ده. عشان كده اول ما صاحبي كلمني وقال لي ايه، بقول لك ايه، انا فاضي النهارده تعالى نفطر مع بعض، قلت ايه يلا بينا. المهم برضو ان انا محتاج السوشيال انتراكشن ده دلوقتي عشان اكاونتر بالانس الحاله اللي انا بمر بيها. بس بقى فدي اول حاجه انا بعملها علشان اواجه القصه دي. طيب ايه الحاجه التانية اللي الواحد بيعملها؟ فيزيكال اكتيفيتي او النشاط البدني. ليه بقى الحاجات دي كده بستخدمها او بتساعدني؟ ده اللي هنتكلم فيه وانس ان انا جبت الحاجه اللي انا عايز اجيبها ان شاء الله. دي ما فيش باسكت صغيره، انا ما بحب كده. طيب خلينا ناخد دي. اول حاجه طبعا هنجيب الكرواسون بتاعنا، ادي واحد. انا I like this one better، كبيره كده وحلوه. ادي اتنين، وناخد اتنين تانيين. طبعا زي ما قلت لكم الكلام ده مش ليا لوحدي، مع ان انا اعرف اقوم بيهم لوحدي يعني، بس عشان احنا جايبين فطار. صحيح اوكي ليا ولصاحبي، ودي اول مره اروح له البيت، فيعني اتليست اجيب الفطار معايا. ماشي يلا بينا. الحاجات بيعملوا بقى حاجات تانية، بيعملوا بيتزا، بيعملوا حاجه شبه السميت بس بيسموها بريتزل، بتبقى مملحه شويه. انا ما جربتش البيتزا دي قبل كده، بس جربت المافنز بتاعتهم. المافنز دي خطيره، نايس مافنز. في حاجه تانية بحبها هنا كمان، الميبل اند بيكان بليت دي خطيره. طيب علشان الكرواسون ده عشان يتعمل صح ويبقى حلو لازم نجيب سموكد سالمون سلايسز عشان نحطها جوه الكرواسون. I hope ان هو عنده باتر. طيب ايه تاني؟ I think this is everything. انا مش محتاج حاجة تانية كده خلاص. طابور طويل، وده غريب يعني لان النهارده المفروض يوم الاثنين يعني، فالمفروض الناس دي في الشغل، مش فاهم في ايه. It's not a bank holiday ولا حاجة. One eternity later. يلا بينا. smoked salmon, bakery, pastries, butter croissant. كده خلصنا، كده done. 5 جنيه و15 قرش. كده احنا خلصنا. يا دوبك اطير لان انا اتأخرت على الولد جامد يعني. Let's go. هوبا ده محترف ده وسايب ايديه لا لا لا، قصة تانية خالص. ده بيبان اللي بقاله فترة بيركب موتوسيكلات من الجديد في طريقة هاندلنج الموتوسيكل نفسه، خصوصا في الكورنرز. وهنا طبعا يعني هما بيحبوا ده ايه اللي انت عملته ده يا حاج؟ ماشي. في الكورنرز بالذات، وازاي هو بيميل مع الموتوسيكل وازاي بيتحكم فيه، كل القصة دي. بس السبيد ليميت يا معلم ايه الدنيا؟ طيب ملناش داوي موهي. ونتكلم بقى على قصة ايه، ان هو فعلا موضوع كيميكال امبالانس بيحصل. بس بقى فانت المفروض تظبطه. الفكرة بقى في حاجة، ان الموضوع easier said than done، يعني سهل ان انت تقوله لكن مش سهل ان انت تعمله. ليه بقى؟ اكبر دليل على كده
ان لو كل الناس عارفه الكلام اللي انا بقوله ده which is خلاص هو ده common knowledge يعني ما اعتقدش ان انت لو بتتفرج على الفيديو ده تبقى اول مره بتسمع حته ان في هرمونات هي اللي بتتحكم في how you feel وانت مبسوط ولا متضايق وكل الكلام ده. يعني كل الناس دلوقتي تسمع عن حاجه اسمها السيروتونين والدوبامين، وفي ناس بتقول لك مثلا الفيلينجز اوف لاف ده مثلا او احساس الحب والكلام ده ليها علاقه بهرمون تاني اسمه الاوكسيتوسين. يعني في كلام كتير قوي، لكن ليه الموضوع بقى رغم ان الناس عارفاه لكن هو مش منتشر او مش كل الناس بتعمل الحاجات دي؟ لسبب واضح وصريح جدا ان هي it's not easy. الموضوع مش سهل. يعني دايما في مثل يقول لك if it was easy everyone would have done it. يعني لو الموضوع سهل كل الناس كانت هتعمله، لكن هو مش سهل لان في نوع من انواع المجاهده. والاهم من كده بقى ان بيبقى في فرق ما بين your current state او الحاله اللي انت فيها دلوقتي والحاله اللي انت تتمنى ان انت تبقى فيها او بتسعى ان انت تبقى فيها. و your imagination او تخيلاتك هي اللي لازم تعرف تعمل البريدجنج او الكوبري ما بين how you feel دلوقتي و how you feel بعد ما الامور تتحسن. مالتي تاسكينج رهيب ان انا بتكلم في كلام كبير زي ده وبحاول اعدي الصينيه. يلا بسرعه 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 بسرعه. It's a busy day النهارده. It really is. شوف عشان الناس تقول بس ان احنا ايه الباصات اللي لونها احمر، يعني احنا عندنا باصات بكل الالوان هنا. وبعدين احمد الشقيري ربنا يكرمه، انا ما اتفرجتش على الحلقه بس سمعت ان هو قال او عرفنا يعني ان الباصات دي بتتعمل في مصر. فانت مش متخيل يعني الاحساس اللي انا بحسه لما الاقي باص من دول ماشي وحاسس ان اقعد اتعامل في بلدي. يعني ده احساس جميل جدا. بس نفسي 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 يعني انا بصدق احمد الشقيري طبعا وكل حاجه وهو راجل كريديبل جدا يعني، لكن نفسي اشوف الباص كده مكتوب عليه ميد ان ايجيبت. يا سلام يا سلام لو شفت القصه دي ابقى سعيد فعلا. يعني ده انا بقول لك كده، انا ما فيش حد انجليزي اعرفه الا لما هاخده اركبه الباص واقول له تعالى بص مكتوب عليه ايه. ف if it was easy everyone would have done it. لكن هو الموضوع مش سهل عشان كده. ففي فتره كده في الاول لازم الواحد ايه، او انا عن نفسي يعني لان انا بتكلم انا بواجه ازاي القصه دي، ان انت لازم تيجي على نفسك بقى شويه. اللي هو ايه يعني انت لو جيت سالتني انا يا عم لا نفسي انزل ولا نفسي اعمل حاجه اساسا، يعني انا عايز اريح لاني تعبان تمام من الشغل، الاسبوع كان طويل وبتاع. لكن لما لقيت صاحبي اتكلم قلت لا دي فرصه ان الواحد يسوشيالايز. فانا عملت كده. وبعدين طبيعي ان احنا بعد ما نقعد قعده ظريفه بقى ونفطر فطار حلو ومش عارف ايه ان شاء الله يعني هتلاقي ان انا ايه مش عايز اروح الجيم. فيعني لازم الواحد برضو يجي على نفسه شويه ويستخدم الايماجينيشن بتاعه او قدرته على التخيل ان دي فتره مؤقته هتعدي باذن الله زي ما عدت قبل كده. we're gonna start feeling good again. احنا بندور بقى على البيت بس هو ده الشارع اللي احنا المفروض نبقى فيه. I think we're very close. Come on, man. Do you mind the video? I'm not gonna. TikTok. No. Come on, man. I look like a zombie. But That's okay. That's okay. How you doing? Show around. Nas, first things off, yeah? Congratulations on the new home. MashaAllah, عنده sorry, I make videos in Arabic, so I'm gonna narrate it in Arabic. هو ناس لسه جايب بيت جديد ما شاء الله. بس وده المكان طبعا هو لسه مش متوضب يعني، بس ده الباتيو بتاعه، ده الترس بتاعه يعني او الجاردن بيسموها. بس وفي اعمال زراعيه هتبتدي تتم وفي الغالب الخشب ده هيتشال. بس هو لسه قايل لي ان ده هيبقى مكان ظريف قوي ممكن نبقى نعمل فيه باربيكيوز قدام. Alright, so Nas, what are we gonna do now? So today, although it's a little bit late, but who cares? We haven't had breakfast, have we? We're gonna make a late breakfast. Nice. We call what do you call it? Brunch? No, not brunch. That's yeah, you call it a brunch if there's a lady in there. Okay, so We're gonna have food, okay? That's what it is. Okay. no brunch, no lunch, No. just food. Yeah. Okay, so we've got some
nice little croissants, Yes. some healthy salmon. You got butter. I got butter, better than butter. Olive oil. Okay. It will Yeah, that will do. It will do the job. Yeah. Nas is looking amazed because the gimbal is following me. Alright, let's go. أول حاجة نقطع الفلفل. Can I use that one? Yeah. Okay. عارفيني أنا بحب الخضار جدا. نقطع شوية فلفل. This is not cooking, man. You take oil, you put it that, and you put it there. That's it. Wow. And you come back half an hour. Half an hour. It's not gonna take half an hour. It's gonna be burnt in half an hour. Is that YouTube doesn't like when you put music? Yeah, it's a copyright sort of thing. I gotta do it. It's Are you gonna turn it over? yeah. No, don't ruin it. Wait. I need my cup. So, This is gonna be crazy. my friend is gonna ruin this amazing. It's gonna be crazy. But I gotta do it, man. I gotta do it. I can't help it. No. Doesn't look like it. I don't feel confident about this. I know. Neither do I. No, honestly. Let me. وبعد ما اكلنا الفطار الجميل ده والبيض العظيم اللي انا عملته قعدنا نستمتع بالشمس شوية واحنا بنشرب القهوة بتاعتنا. Yeah. Alright, I'll see you when I see you, man. Cheers. وبكده نبقى عملنا socialization كويس. I was so happy to see him صراحة. It's been a while. He's a nice guy. He's got so many stories. عنده قصص كتيرة. فكده السوشيال اسبكت عملنا حاجة في يوم الأجازة. ناقص إن احنا نعمل الحاجة الفيزيكال which is إن احنا ننزل الجيم ونتمرن. طبعا الموضوع بيبقى سخيف بقى بعد ما ريحت بقى والدنيا بقى ومش عارف ايه. بس دايما الواحد لازم يفتكر اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. وبس كده. ده يوم الأجازة في محاولة لكسر السايكل بتاعت ان انا ارجع البيت. ايه ده انا لوحدي، ده انا اهلي في بلد تانية، ده انا مش عارف ايه، ده انا ايه اللي عملته في نفسي ده. to the point اللي هو خلاص بقى دخلنا بقى في المود ان شاء الله. وان شاء الله things will get better. يلا, that's it for today. I'll see you guys later.